هنتابع مع بعض تجربتنا مع المنتجات الأورجانيك، البايو فاكتور والأورجانت فاكتور والمنت أروم، وهنشوف مع بعض تأثيرهم على الفراخ. أول حاجة هنلاحظها لون الفراخ المورد، وده زي شغل الأعشاب اللي أنا خدت عليه. بنشوف كمان إن مؤخرة البطن عند الفراخ بارزة، إن ده دليل على كبر حجم الأمعاء وزيادة مساحة الامتصاص. ولأول مرة بلاقي إن الزيادة اليومية عندي وصلت ل110 جرام، وده ما كانش بيحصل في العمر ده. وده تأثير البكتيريا النافعة والخماير الموجودة في الأورجانت فاكتور. كمان هنلاحظ إن السبلة جافة عن كل المرات اللي فاتت ومفيش إسهالات. مع استعمالي لعملية تحميض العلف كان له نتائج ممتازة في سحب العلف وزيادة الوزن. من يومين حصل عندي مشكلة، دخلت عند الفراخ وفي جانب من البطارية سمعت صوت خرخشة جامد في صدر الفراخ. ما كانش لسه ميعاد الجرعة بتاعة المنت أروم، فاتصرفت حطيت 1 ملي من المنت أروم في سجاية في لتر مية، وحطيته في الجانب اللي فيه الفراخ اللي كان فيها صوت خرخش عالي، وفي خلال نص ساعة ما كانش فيه أي صوت وما كررتش الجرعة. حاجة زي السحر. بنلاحظ إن الفراخ في حيويتها كأنها فراخ بلدي، يعني مش كسلانة وساكنة زي عادة الفراخ البيضة. دلوقتي هنتابع مع بعض أوزان الفراخ البيضة عمر 21 يوم مع استعمال المركبات الأورجانيك، البايو فاكتور والأورجانت فاكتور والمنت أروم. ده كيلو 36 جرام، وده كيلو 144، ده ما شاء الله كيلو 66، وده ما شاء الله كيلو 290، ده كيلو 160 158، ده كيلو 122. في حاجات اكبر من كده بس ايدي ما طلتهاش. وده وزن الساسو عمر 21 يوم، ده 622، وده 614، وده 550، وده 450، ده ما شاء الله 650، 646، ده 590. طبعا احنا عارفين ان من مميزات التربية في البطاريات سهولة التنظيف وعدم وجود ريحة امونيا، ده مع التنظيف المستمر. لكن المرة دي ومع استعمال المركبات الأورجانيك كان الموضوع أسهل بكتير مع جفاف السبلة، حتى لو كان وقت مدة بقائها أطول، لكن الريحة كانت منعدمة تماما. في المزارع الكبيرة الناس بتكون تعبانة من مسألة خلط الأعشاب على العلف وعاوزين حاجة سهلة، عشان كده بيستسهلوا استخدام الأدوية. وفي المركبات دي وجدنا الحل، لأنك بتستعمل شيء طبيعي وسهل الخلط في المية، وكمان بتمشي على جداول معينة لكل نوع منها، وده شيء بيشجع ناس كتير على التغيير للحصول على أعلى استفادة. كمان عملت مقارنة بين النتائج عندي وعند الناس التانية اللي أخدت من نفس الكتاكيت، ومع زيادة اهتمامهم بالكتاكيت واستعمال الأعشاب ال8 وخلطات زيادة الوزن، لكن كان في فرق كبير برضو في الأوزان. هما كانوا في الأول متخوفين من التجربة الجديدة، لكن لما شافوا الفرق مع استخدامها قرروا يكملوا باقي الدورة مع المركبات الأورجانيك. ده كان بعد 18 يوم للحصول على فرخة طعمها ولا البلدي، وكمان بأرخص الإمكانيات. السلام عليكم.